ميشيل شلهوب أو عمر الشريف اتولد 10 إبريل سنة 32 من عيلة غنية جدا. كان أبوه تاجر أخشاب، ابن وحيد لأسرة مسيحية. أبوه كان صديق الملك فاروق، وكان الملك صديق لأم عمر. كانوا بيلعبوا قمار مع بعض، والست كلير علمت عمر اللعب وهو عنده 15 سنة، لأنه كان الولد الوحيد وليه أخته كانت مرتبطة بأبوها، وهو أمه كانت مرتبطة بيه. علشان كده طلع لاعب قمار كبير. قالوا عليه يهودي على أساس أفلامه أيام النكسة، واتمنع من دخول مصر سنة 76. قابله السادات في أمريكا في البيت الأبيض، رحب بيه جدا. السادات قال له: أنت بتجيش مصر ليه يا عمر؟ أنا عازمك على فرح بنتي. دخل مصر بعد غياب 12 سنة. في موقف كمان عايزين نحكي عليه. عمر اتعرض عليه الجنسية اليهودية، طبعا رفض، قال لهم سوري، وده كان قبل سنة 76. أما بقى سنة 76 الرئيس السادات قال لعمر: إيه رأيك لو رحت إسرائيل في زيارة نعمل هناك معاهدة سلام؟ طلب منه وقتها إنه يساعده، وبالفعل عمر اتصل بمناحم بيجين وقال له: عندي خبر مهم جدا، الرئيس السادات شخصيا عايز يجي إسرائيل، إيه رأيك؟ مناحم بيجين على الفور قال له: هنرحب بيه، خير ترحاب. وبالفعل راح السادات، وحصلت هناك معاهدة السلام، وبعدها مات السادات. يذكر أن فترة الرئيس مبارك كانت سوزان أثناء زيارتها لأمريكا وفرنسا كان لازم عمر يبقى موجود. أما عن إشاعاته فحدث ولا حرج. 12 خبرين مهمين جدا. الأول إن عمر عنده 3 أحفاد، ونصحهم إنه يكونوا يهود لأن الإسلام دين عنيف. اتعصب عمر جدا لما عرف الكلام ده وقال دول كدابين. الدليل إن أنا عندي حفيدين مش 3. كل ده كذب، وده لأن له حفيد اسمه عمر على اسم عمر بن الخطاب. أما الإشاعة التانية، طلعوا إن عمر بيدعو لإقامة مهرجان في طابة يدعو اليهود بحضوره. طلع عمر ونافى كل الكلام ده وقال في منتهى العصبية: ما حصلش، انتوا كدابين. بعدها استقر عمر في مصر، عمل أحلى أفلام، أيوب والأراجوز، اللي خد عليه جايزة مهمة جدا جدا، جايزة أحسن ممثل، وقال: دي أول جايزة خدها في مصر، هو أنا كان لازم أعمل أراجوز عشان تدوني جايزة؟ بعد كده عمل فيلم مع عادل إمام بعنوان حسن ومرقص، ده كان سنة 2012. مات أحمد رمزي سنة 2012، وتأثر صديقه جدا جدا بوفاته. سنة 2015 ماتت حب عمره فاتن حمامة. بعدها نسي نجمنا كل حاجة، فن ومجده، بسبب الزهايمر. تعالج في مصحة قعد فيها قرابة السنتين، ما كانش وقتها فاكر إلا فاتن حبيبته. مات عمر يوم 10 يوليو سنة 2015 عن عمر 83 سنة، الله يرحمه.